السلام عليكم. من فترة كنت داخل اشتري موبايل جديد. دخلت محلين من اكبر المحلات اللي بتبيع موبايل في المنطقة. المحل الاول اول ما دخلت الشاب اللي واقف سألني عايز موبايل في حدود كام، قلت له في حدود 10,000 جنيه. بدأ يرشح لي كذا موبايل بكذا امكانيات. حسيت ان انا تايه شوية. قلت له طيب هشوف المحل التاني وبعد كده ارجع. دخلت المحل التاني. الشاب اللي واقف في المحل التاني سألني عايز موبايل بكام، قلت له عايز موبايل في حدود 10,000 جنيه، بس سألني سؤال مهم جدا. قال لي انت حضرتك عاوزه ليه؟ بدأت اشرح له ان انا عايز موبايل بيكون كاميرته عالية يقدر يصور، بس انا مش مهتم بالجيمز او مش مهتم بالحاجات التانية دي اللي بتبقى موجودة في الموبايلات. بالفعل الراجل رشح لي موبايل امكانيات الكاميرا بتاعته عالية، وقال لي فعلا ان هو مش هيبقى احسن حاجة في الجيمز، بس التصوير وامكانية الكاميرا بتاعته تبقى عالية. اشتريته طبعا لان هو ده اللي انا اصلا كنت بدور عليه. انك تفهم مشكلة عميلك وترشح له الحل المناسب هو ده فن البيع. دايما ركز على انك تساعد عميلك على قد ما تقدر في ان هو يحل مشكلته. ساعتها هيبقى قرار الشراء بالنسبة له سهل جدا. ربنا يوفقنا جميعا.